اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده عايز اتكلم معاكم في حاجه غايه في الاهميه. برضو بتيجي في انترفيوهات وحاجات كده لان هي من البيزكس بتاعت الجافا سكريبت، وهو ازاي ان بنهندل الدوم ايفنتس، وده من خلال نوعين من الايفنت هاندلنج. بيحصل من خلال حاجه اسمها بابلينج وحاجه اسمها كابشر. خلينا نتكلم عنهم ببساطة كده، وإن شاء الله الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبة لك بعد كده. لو بصيت هنا هتلاقي إن أنا عامل يعني HTML بسيط جدا في body جوه main، وجوه المين في section، وجوه section في button. تعرف ليه أنا عامل السيت اب ده دلوقتي؟ بس عشان أبين لك البابلينج والكابشرنج شغال ازاي. هنعمل كل حاجة من خلال الجافا سكريبت. طبعا اديت لكل واحد فيهم كلر مختلف وحاجة كده عشان بس يبقى باين أنا بكليك فين وبعمل ايه. جوه الجافا سكريبت أنا بس عملت شوية selection ليهم، بس عملت هاندلر واحد بس للباتن. عملت add event listener على كليك، بقول لما يحصل كليك عليه هتهندل ازاي، هتكونسولت لوج الباتن. وديته كلر برضو ان هو يبقى ريد عشان خاطر يبقى باين بعد كده ان انا بضغط على الباتن ده. طبعا لما اجي كليك هنا دلوقتي بيطبع لي تحت في الكونسول اهوت باتن. لغايه دلوقتي الموضوع بسيط جدا سهل. ده اللي احنا بنعمله في العادي، بنضيف event listener، بنقول اسم الايفنت ايه، وبنهندله جوه الفانكشن ديت. في الحاله ديت انا بعمل كونسول لوج بس. خليني اوريكم لو انا عملت listener لكل الايتمز التانية، للسكشن والمين والبادي، وفي كل مرة انا بعمل console log بس، هيحصل هنا حاجة لطيفة قوي، هي البابلينج. انا لما بكليك هكليك على الباتن بس، ومع ذلك الباتن بعد ما بيهندل بيرفع او بيبروباجيت الايفنت ده بعد ما بيهندله للليفل اللي بعده. بعد كده الليفل اللي بعده يبقى بروباجيت للي بعده، وهكذا لغايه لما يوصل لل HTML. فلما مثلا بصوا معايا كده، لو انا كليكيت هنا على الباتن المره دي هتلاقيه طبعا باتن سيكشن مين بادي، وهو ده باتن سيكشن مين بادي. يبقى هو دلوقتي بيهندل الكليك على الباتن، بعد كده يبروباجيت الايفنت لسيكشن. لو لقى فيه هاندلر يهندل، لو ما لقاش بيبايباسه. بعد كده يخش على مين، لو لقى فيه هاندلر يشغله، ولو ما لقاش بيبايباس لغايه لما يروح للبادي بيشغله. هو ده الهاندلر اللي احنا شغالينه. بعد كده لو ما لقاش فيه او لقى فيه، بعد ما بيهندله بيروح لل HTML element. لو انا عامل على ال HTML نفسها هاندلر برضه هيشتغل في موضوع البابلينج دوت. في تفسير لطيف قوي للقصه ديت بصوره كده لقيتها على موقع javascript.info، بيوريك ان انت لو ركزنا في موضوع البابلينج في الاول، لو احنا عندنا الهيراركي دوت وعملنا كليك على تي دي مثلا، التي دي بيهندل، بعد كده يطلع على التي ار، بعد كده التي ار بيطلع على التي بي بادي، بعد كده التيبل، بعد كده البادي، بعد كده الاتش تي ام ال دوكيمنت وويندو كمان. برضو في تفسير لطيف قوي من خلال شارت موجود هنا، ان انت لما بتكليك في حالة البابلينج بتكليك على ايتم معين بيبقى الديبث element، بعد كده بيطلع يبابل اب. بابلينج زي ما يبقى في فقاعة كده موجودة تحت المية، وتبدأ تبابل 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 لغاية لما تبقى ايه كبيرة خالص فوق لأعلى ليفل من الليفلز. ده كده موضوع البابلينج. طيب ده مفيد في ايه؟ مفيد في شوية حاجات كتير قوي بصراحة. يعني على سبيل المثال، انت لو انت بتعمل اكشن معينه، بتضيف باتنز او بتضيف اي اليمنت انت عايز تعمل عليه اكشن في المستقبل، اكيد مش كل اليمنت انت هتكريته هتروح تعمل له ليسنر لوحده. فمثلا يعني لو خلينا الباتن دوت، بدل ما هو مجرد ان انا بضغط عليه بيعمل كونسول لوج، هقول له لا اعمل لنا مثلا نيو باتن، وهقول له document.create element، وهقول له الاليمنت ده اللي هو من نوع button، وهقول له new button inner text هيساوي new button، وفي الاخر هقول له ان البادي السيلكتور اللي انا عامله فوق دوت append child، وهقول له ده new button. في الحاله ديت لما تيجي كليك دلوقتي على كليك مي، الاكسبكت ان هو يكريت باتن ويحطه في البادي. ده اللي حصل بالفعل. بس دلوقتي لما اجي اكليك هنا هتلاقي الهاندلر الوحيد اللي موجود هو الهاندلر بتاع البادي، لان هو بيجي يكليك هنا ما بيلاقيش فيه هاندلر للباتن، بس بيروح على البادي يهندل، لان هو ده البادي هو الاليمنت الوحيد اللي فوق الباتن دوت، فبيدور عليه فبيلاقي فيه هاندلر في البادي هنا. بنعمل كونسول لوج. بس بدل ما كونسول لوج بقى ممكن نعمل حاجه لطيفه قوي. لو قلت له كونسول دوت لوج مثلا الاي ده الايفنت دوت تارجت ده بيكون جاي فيه دايما هو الاليمنت اللي انت ضغطت عليه في الصفحه. فمثلا لو عملنا كليك هنا وبقى عندنا باتن جديد وجيت اكليك، هتلاقيه طبع لنا الباتن ده اللي هو النيو باتن اللي هو الجديد. المره اللي فاتت كان بيطبع لنا كليك مي اللي هي برضو بيطبعها، لان هو بيجي بيهندل البادي كل ما نضغط على كليك مي. شوف بيكريت من اول وجديد. لكن لو عملنا كلير كده وجينا نضغط على نيو باتن هتلاقيه طبع لنا نيو باتن المره دي. طبعا كلهم نيو باتن مفيش تغيير.
قد يكون ده يعني very naive example، بس ده بيبين الباتن الجديد اللي انت تضيفه دوت تقدر تهندله في مكان تاني. طب نهندله ازاي؟ زي مثلا ان انا هقول له اي حاجه، لو كان التارجت دوت تاج نيم مثلا، وجينا نطبع دلوقتي زي هتلاقي اسم باتن، لو قلت له عباره عن باتن مثلا اف عباره عن باتن، هقول له alert مثلا I am click مثلا. عشان كده لو انا ضغطت هنا هتلاقيه ده عشان هو باتن بيهندل برضو البادي في نفس الوقت، هتلاقيه يشتغل مفيش مشكله. لو جيت اضغط على اي حاجه تانية بيهندل البادي زي ما انتم شايفين، بس التايب بتاعه مش باتن. لما اجي اضغط على ده تلاقي بيقول لك I am click يشتغل برضو مفيش مشكله. ده يعني نوع من انواع الحاجات. في بعض الانترفيوهات يطلب منك انك تعمل فورم بالجافا سكريبت بس وتهندلها. دي الطريقه لو انت الفورم دي هتضيف تدوز ولا اي حاجه وتدوز فيها كليك انك تمسح مثلا واحد او تماركت از تشيك او وات ايفر. مش هيحصل الموضوع ده بسهوله غير من خلال انك تبقى فاهم يعني ايه بابلينج، انك تهندل الايفنت بتاع انك تكلوز او تديليت او تتشيك تكروس واحد من التدوز، بتهندله في upper level، ممكن يكون الكونتينر، ممكن يكون البادي، وهكذا وهكذا. ده كده مثال على موضوع البابلينج وممكن تستعمله ازاي. طيب موضوع الكابشرنج بقى، الكابشرنج هو عكس البابلينج. الكابشرنج لان نرجع تاني للمثال اللي موجود هنا، هتلاقي ان الكابشرنج بيحصل العكس. هوريك ازاي بيتعمل الكابشرنج، بس خلينا نفهمه الاول. لما تيجي تكليك على حاجه زي التي دي دي، بدل ما هو بيهندل تي دي بعد كده يطلع لتي ار بعد كده يطلع بعد كده يطلع يبابل اب، لا بيكابشر من فوق لتحت. بمعنى لما كليك على التي دي هيروح يجيب اعلى حاجه في الروت اللي هو ويندو كده دوكيمنت HTML. طبعا في كل مره هو بيدور اذا كان الاليمنت اللي فوق في الروت دوت ليه هاندلر ولا لا. لو ليه هاندلر بيكمل، ملوش هاندلر بينزل الليفل اللي تحته لغايه لما يوصل للايفنت بتاعي. قد يكون ده مفيد في يوز كيس معينه، ان انت عايز تنفذ حاجات معينه في التوب ليفل قبل ما توصل للايفنت او للايتم اللي انت عايز تكليك عليه. طب عشان تنفذ الموضوع ده بتعمل ازاي؟ هو نفس الامبلمنتيشن بالظبط، بس الفرق ان انت بدل ما بتهندله من تحت لفوق ببابل اب، لا بتكابشر. بتضيف هنا في اوبشن اسمه كابشر بترو. في الحاله ديت هتلاحظ ان انا لما اجي اكليك هنا هيبدا اول حاجه ان هو ينفذ البادي. طبعا بيروح للبادي بيلاقي ان البادي هنا الهاندلنج بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن بابلينج مش كابشرنج. عشان اخلي البادي يتنفذ الاول برضو لازم اقول له كابشر بترو. في الحاله ديت هو هيروح للبادي يلاقيه هو كمان بيكابشر توب داون، هينفذ البادي الاول بعد كده يرجع ينفذ الباتن. نجرب تاني. هعمل كليك ده طبيعي، بعد كده هتلاقيه طبع البادي اول حاجه، بعد كده رجع نفذ الباقيين عشان ما هماش كابشرنج، هما بابلينج. نفذ بادي بعد كده بدا ينزل ما لقاش فيه اي حاجه بتكابشر، بعد كده راح للباتن فالباتن لقاه بابل اب، رجع تاني بقى سيكشن بعد كده مين. خلينا ابين لكم مثال اخير يبين الفرق بين الاثنين. زي مثلا لو قلت له for loop let element of document query selector all، وهقول asterisk، ده كده بجيب كل الاليمنتس اللي موجوده عندي، وهقول له والله element dot add event listener click. خلينا نهندل الموضوع، هديله الايفنت بعد كده هقول له هنا e.current_target.log. تعالوا نجرب كده. لما اجي اكليك هنا بيضيف لي ال HTML، انا مسحت HTML، هقول له .current_target.tag name. لما اجي اكليك كده هتلاقي بيقول لك button section main body HTML. طبعا في كل مره هو دلوقتي انا عامل على asterisk، فكل الاليمنتس اللي موجوده ليها event handler فبيبدا يعمل الموضوع ده. طيب هو ده في الحاله ديت عباره عن ايه الموضوع؟ خلينا نقول ان ده عباره عن public، صح كده؟ فلو جيت قلت له كده كليك هتلاقيه public button section main وهكذا. طب لو انا عايز ابين كمان الكابشرنج هعمل ايه؟ خلينا ندبل ده. وفي شورت هاند للكابشر بترو اللي انا كنت بكتبها، انك تكتب بس ترو هنا في البارامتر الثالث، وبالتالي ده هيكون كابشرنج. خليها كابشر في الحاله ديت. خلينا في الحاله ديت لما اجي اكليك هنا الطبيعي ان هو هيروح يقول HTML body main section button، وبعد كده يطلع تاني يبابل من اول وجديد. لما نيجي نكليك تلاقيه بالظبط عمل كابشرنج HTML body main section وهكذا لغايه لما وصل للبutton. بعد كده البutton فيه هاندلر كمان ليه بيبابل اب، فبيبابل button section main body. ده كده فرق ما بين الكابشرنج والبابلينج. سكاي ذا ليميت. فكر انت في التارجتس وفي الحاجات اللي انت ممكن تستعمل فيها الكابشرنج والبابلينج. حاجه اخيره عايز اتكلم فيها هو موضوع ازاي اوقف بقى البابلينج دوت لو انا مش عايزه ان هو يبابل اب. خلينا نشيل الكابشرنج مثلا، فدلوقتي بقى فيه بابلينج بس. لما اجي اكليك
تلاقيه بيبدا من الباتن. لو انا قلت له هنا e.stop حاجه اسمها stop propagation، فانا بقول له ما عدتش تبروباجيت بعد ما تهندل اول واحد. لما اجي كليك هيكليك على الباتن ويوقف، لما اجي كليك هنا هيكليك على السكشن ويوقف، مش هيبروباجيت لما بعد كده. المين نفس الكلام، البادي نفس الكلام او الاشتمال. فدلوقتي الموضوع يعني سهل بسيط، المفروض ان هو يكون مسمع في دماغك. سبيشالي في الفورمز الموضوع في الهاندلنج اسهل بكتير لما تكون فاهم يعني ايه بابلنج، يعني ايه كابشرنج، يعني ايه ايفنت دوم ايفنت، انت ازاي بتهندله، ازاي بتعامل في الاتش تي ام ال والجافا سكريبت في كل حاجه. ممكن في سلسله كامله انا كنت عملتها اسمها انك تعمل سنجل بيج اب without جافا سكريبت. هحط لكم برضو اللينك بتاعها في الديسكريبشن مع شويه مور ديتيلز ولينكس كده ممكن تقروا عنها اكتر ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدت اي حاجه من الفيديو ده، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.